تاني للسادة المسؤولين، وبعدين طفل العمرانية، ودلوقتي طفل الإسكندرية، اعتداءات على السيدات. يعني المنهج واضح لو مجرد تابعناه بدون الأسبوعين الأخرى دول، يعني بدون جمعة امبارح والجمعة اللي قبلها وسقوط طفلين الحقيقة. المشهد قبل كده بينم على أننا هنوصل للمرحلة دي. فعشان كده قاعدين بنقول يا جماعة لازم يبقى في حزم في التعامل مع الفعاليات دي، مع التظاهرات دي. مفيش مانع ان هم يتظاهروا لو كانوا سلميين، بس هم مش سلميين. هيتقال ده رامي بيقول انه عشان يعني كان اتكتب ده قبل كده لما قلت نفس الكلام، رامي بيقول ان الناس دي ما تتظاهرش. ما تتظاهرش، ما لهمش حق في التظاهر طالما لا يلتزموا بالسلمية. لو كانوا سلميين يتظاهروا. ما دام دايما بيعتدوا على المواطنين الشرفاء، على اي مواطنين في الشارع، ما ينفعش. معانا والد الطفل إيهاب أحمد سليم، الأستاذ أحمد سليم. أستاذ أحمد، يعني البقاء لله. الله يخليك يا وربنا يصبر حضراتكم جميعا. الله يخليك يا أستاذ. الله يخليك. أستاذ أحمد، أرجو بس تقول لنا، يعني هو إيهاب الله يرحمه كان بيعمل إيه؟ كان موجود في الشارع ليه؟ يعني إيه ملابسات الموضوع؟ تمام. حضرتك إحنا في البيت. في بيتنا. الحادث أو المظاهرة اللي كانت بتاعة الإخوان كانت على نصف الشارع بتاعنا. بيننا وبينها حوالي 15-20 متر. معايا يا أستاذ؟ معاك يا أستاذ أحمد، اتفضل. 15-20 متر. المظاهرة ماشية وفيها الناس، واخد بال حضرتك، شايله السلاح الآلي. واللي بيقولوا عليها ما اعرفش معروطه ولا خرطوش ولا الحكاوي دي. شايلاه علني. يعني انصار الجماعه اللي كانوا في الشارع كانوا شايلين آلي. انصار البلطجيه الارهابيين. حضرتك بيننا وبينهم بالظبط 15 متر. 15 متر. لعلم حضرتك المظاهرات دي كل يوم جمعه بتطلع وبالسلاح. طيب، وايه اللي حصل بعد كده؟ يعني هو ايهاب كان واقف تحت البيت ولا راح ناحيه المظاهره؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ وبعدين ده كمان يعني وائل بيقول ان الطلق الناري جاي من فوق احد العقارات. نعم. الو. لا يعني انا بقول لحضرتك يا استاذ احمد، احكي لي التفاصيل بالظبط. ايهاب راح ناحيه المظاهره ولا ايه اللي حصل؟ بقول لسيادتك ان ايهاب كان لسه نازل من البيت. بيننا وبين المظاهره 15-20 متر. ضرب النار وصل لحد ناصيه البيت بتاع الاخوان. يعني هو ما راحش ناحيه المظاهره. ايوه، كل جمعه يعملوا مظاهره وبالسلاح. لعلم حضرتك انا دلوقتي داخل النيابه وبقول اهو على الهوا، انا هقدم بلاغ في وزير الداخليه ومدير امن اسكندريه. ليه؟ سيادتك احنا ما بنشوفش الامن في المظاهرات الا على البحر. ما بتشوفوش الامن في المظاهرات الا على البحر؟ الا على البحر. شارع 16 ده سيادتك اللي كان فيه الموضوع ده. شارع 16 اسمه كده معروف. كل يوم جمعه بتعدي المظاهرات، وفي ايام غير جمعه وبيبقى معاهم السلاح. طب لما بيعدوا كل يوم جمعه بيقعدوا يطلقوا العيره الناريه على البنايات يعني؟ نعم يا فندم. لما بيعدوا كل يوم جمعه بيقعدوا يضربوا طلق نار في الهواء كده؟ بالظبط كده. يعني على طول بيحصل مناوشات بتاعها عادي، من شتيمه، هم بيشتموا شمال ويمين زي ما حضرتك عارف. فبتحصل بينهم وبين الاهالي عادي حكاوي كده وبتاع، يطلعوا من جلاليبهم، من افاطينهم، النسوان بتوعهم، يطلعوا لهم المقاريض. ولعلم حضرتك في شهود ياما شافوا النسوان بتوعهم وهم بيطلعوا لهم. يجي السيد وزير الداخليه يقول لك لا دي مظاهرات ما اعرفش ايه، حق الانسان. انا عايز اعرف حق ابننا فين، حقنا احنا فين، ولا احنا مش بني ادمين في البلد دي؟ انت على راسنا كلنا. مش حقوق انسان برضه؟ في يا استاذ حقوق انسان لنا احنا ولا مفيش؟ انت على راسنا كلنا. انت ليك كل الحق، مش هم اللي ليهم الحق. يعني دلوقتي بيقول لك قانون مظاهرات وبتاع واخد، لا دي مظاهرات سلميه. سلميه ايه؟ سيادتك شفت مظاهره للاخوان سلميه؟ والله ما حدش شاف. ما حدش شاف. بيطلعوا على طول يموتوا في عيالنا. طيب واحده واحده حضرتك،
يعني انا بخير وزير الداخليه حاجه من الاثنين، يا اما يحمينا من المظاهرات المسلحه دي اللي موتت عيالنا تحت بيتنا، يا اما يدينا سلاح احنا نتصرفوا بقى. لو ما قدرش ياخد السلاح بتاعهم يدينا احنا سلاح بقى. صح ولا مش صح يا استاذ؟ هو مش صح، بس انا مقدر مشاعرك. مش صح ان احنا اللي نحمل السلاح ونشتبك معاهم، ده دور الامن. كده. طيب واحده واحده سيادتك. انا عايز، مش هقول لك انت، انا عايز وزير الداخليه مكاني وابنه تحت البيت واتضرب بالنار طلقتين، واحده في صدره حي وواحده في زوره في رقبته. هو ده العدل؟ هو ده الصح؟ في عرفك انت وعرف وزير الداخليه هو ده الصح؟ يعني وزير الداخليه لا عارف يلم منهم السلاح ولا عارف يمنع المظاهرات وسايبهم يموتوا في عيالنا تحت بيوتنا، يبقى فضل ايه؟ نلبسوا نسوان ونقعدوا في بيوتنا بقى، ولا في حاجه تاني؟ لا، اللي بيلبسوا نسوان معروفين يا عم احمد، مش انت. طب ندعي ربنا، خلينا ندعي ربنا كده انه يعني ربنا يحفظ مصر ويجنبنا شر هذه المحظوره. واحنا سايبينها للكلاب دي تاكلها، ازاي هيحفظها واحنا اجبن خلق الله؟ هو قادر على كل شيء. يعني ربنا هينزل من السماء عشان يعدلنا؟ ولا الاصول احنا نعمل الصح يا استاذ؟ مش في صح احنا نعمله وبعدين نتوكل على الله؟ ولا نقول توكلنا على الله؟ لعلم حضرتك انا كنا في حرب اكتوبر ما قلناش توكلنا على الله واحنا نايمين. احنا قلنا توكلنا على الله واحنا نايمين وهو راح حارب مطرحنا. انا بشكرك. قول لي. انا ما عنديش حاجه اقدر اقولها والله يا عم احمد. انا بقالي كتير عمال اقول انه لازم يكون في قوه في التعامل مع الاعمال دي. يبطلوا مظاهرات الاخوان اللي عمرها ما كانت سلميه وطول عمرها معاها سلاح وتيجي تموت ولادنا. ابني خلي بالك عنده 15 سنه. معايا حضرتك؟ معاك يا استاذ احمد. وفي المدرسه كن على يقين ان هو في مكان احسن دلوقتي. كن على يقين ان ربنا هيجيب لك حقك. صح حضرتك؟ ان شاء الله باذن الله هو في مكان احسن، نحسبه شهيد والله حسيبه، وربنا يا رب يصبر حضرتك ووالدته واخواته واسرته كلها. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ احمد سليم، والد طفل الاسكندريه المتوفي ايهاب احمد سليم صاحب ال 15 سنه.